خل ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي. هنا هسه سلمان المحمدي سلام الله عليه ينطق يقول كنت مع أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب قال لي عم يا سلمان اذهب إلى فاطمة وارجعها إلى البيت. سلمان يقول أنا أسمع الزهراء وهي تقول خل ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي. يقول لما قال هذا الكلام يقول رأيت البيوت ارتفعت عن أساسها. أي شرف الله. واحد من العرفاء يقول إذا أردت أن تقسم على الله أقسم عليه بشرفه. شرف الله فاطمة. وإحنا من ليلة الجمعة بعد أبواب السماء مفتحة واضرب باب الزهراء. يقول وقفت عليها قلت لها مولاتي يا بنت رسول الله أبوك بعث رحمة. عم يا سلمان أبي بعث رحمة وفعلوا بي. ماذا فعلوا سيدتي؟ احنا نسأل. يقول تلتفت إلى قبر رسول الله تقول أبويا من متت يا زين المعاني. بويا من متت يا زين المعاني. بويا صدرني النذر على عين وعمار. ليعظم لمولاي الحجة سادتنا عذرون مؤمنين. احنا نقول اذا بنت يموت ابوها نقول هاي البنت مكسوره. تقول ابويا من متت والنعش شالو ويجابه وحضر والبيت عرقو يا ابو. تقول ابويا غثت خلف الباب لكن ما علي حجاب. الله يرحم هالعبره والصرخه على الزهراء. اي والله حجاب يا ابو. عصرني العدو من غثت خلف الباب. الله يوفق هذا الشاعر الله يديم بعمره. شلون يصور هذه الصوره والمنظر بين الزهراء وبين زينب. يقول اذا شايع خلف الباب اي والله خاف لا تصل عيون الاجناب. مولاي يا صاحب العصر والزمان زينب لا تبدخان الاضناب. اي والله نقول طول كان ما ينشاف شافوه. والله شافوه وخدر الماء الداس داسوه. هسه اريد اقرا هالابيات. اريد اخدم هاي الابيات للمرضى للحوائج الى شهدائنا امواتكم. اكثر موقف ألم زينب هو موقف الشبر بصوته يضرب النساء ينوع الاطفال. وزينب تنظر تقول له وكيت يا الشبر خلاك وتباوع علي. صرخه الى زينب تقول له وكيت يا الشبر خلاك وتباوع علي. والله علي تضب الخيمة وتضرب رضية.